أنا اسمي منى علي، عندي 28 سنة، عندي ولدين، متجوزة من 6 سنين. أكتر حاجة في أسلوب حياتي غلط إن قعدة البيت والحركة القليلة والأكل برضو صعب جدا، يعني مش بنحافظ على نفسنا في الأكل. وفعلا أنا ما بلعبش رياضة كتير. على فكرة الرياضة مفيدة جدا للجسم ولصحتي كمان، ويعني برضو المشي كتير كويس. انا ما بمشيش خالص، عامه ما بخرجش اصلا يعني. فدي يعني بصي عامله لي يعني حالتي النفسيه صعبه جدا، بسبب ان انا يعني متهيألي منعزله اصلا عن الناس، بسبب ان انا مش عاجبني جسمي خالص، مش عاجبني شكلي. صحابي بيبقوا احسن، يعني شكلهم احسن مني في لبسهم، كمان حركتهم اقل. يعني انا في البيت حركتي يعني حتى مع اولادي مش بلعب معاهم، مش باجي، يعني هم بقى اخف مني في الحركه في شغل البيت عامه. ودايما بيخرجوا وانا طبعا مش بخرج خالص. الحاجه اللي انا عايزه اغيرها في اسلوب حياتي، اكل صح والعب رياضه، وطبعا عشان احافظ على صحتي، ونفسي يبقى شكلي احسن. يعني انا بجد متضايقه من نفسي، فانا نفسي بقى ابقى يعني عندي ثقه اكتر في نفسي. بس انا ان شاء الله عندي امل ان انا اتغير. الحاجه اللي انا خايفه منها لو انا ما قدرتش اغير اسلوب حياتي، علاقتي بجوزي. يعني بجد يعني هو كل شويه بيضايقني بكلامه، فانا نفسي اغير من حياتي كتير علشان خاطر شكلي قدامه. وبرضه يعني متأثرة بجد باللي بيعمله، يعني نفسي أغير في نفسي كتير. مش عارفة، مش قادرة أتكلم بجد. يعني أنا لو غيرت في نفسي أكتر هنتهيألي هبقى أحسن. يعني هو يعني حاسة إن أنا في نفسي هبقى كويسة يعني، وحياتي على فكرة هتستمر. لكن أنا لو كده هفضل كده، ممكن حياتي متستمرش خالص.